اكتر حاجه بتحدد انت تنجح في البرمجه ولا لا مش ذكائك خالص. امال ايه يا مستر؟ خليني اقول لك انها بتتحدد بحاجتين اتنين، البدايه واللي هتكمل معاها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي طلاب اولى بكالوريا وثانيه بكالوريا، اهلا بيك يا وحش في فيديو التفاصيل لدفعه 2027. هنبدا ازاي وهنعمل ايه وهنعتمد كمان على ايه؟ كل ده متخطط ومدروس علشان طريقك يبقى واضح وظاهر قدام عينك من اول يوم. يلا بينا عشان ما اطولش عليك ونخش على التفاصيل على طول. اول حاجه القواعد العامه اللي هنمشي عليها كلنا عشان السنه تكون خفيفه وجميله. عايزك تعرف ان اي سؤال هتكتبه حضرتك في الكومنتات احنا هنبذل قصارى جهدنا كلنا علشان نقدر نرد عليك باقصى سرعه ونرد على استفسارك، وباذن الله بعد الفيديو ده استفساراتك كلها هيترد عليها تقريبا. واول قاعده عايزين نتعامل بقى بيها هي التعامل بيننا سواء سنتر او اونلاين، هيكون قائم على الود وكلنا هنشد علشان خاطر مصلحتك انت. انا والتيم مش محتاجين غير نجاحك وانك توصل للهدف اللي انت بتحلم بيه، فاتمنى ان حضرتك وولي امرك يساعدنا على ده. طب اول سؤال هيجي في دماغك، تبدا معانا ازاي لو انت حابب تنضم معانا اونلاين؟ كل اللي مطلوب منك انك تعمل اكونت على المنصه وتخش تشترك، سواء هتشترك في الباكج الشهري او باكج ال3 شهور، وبكده تكون انضميت لينا رسميا. خلي بالك في كورس العربي وكورس اللغات، اوعى وانت بتشترك تغلط. وعايز اديك معلومه صغيره قوي، ان حجز الاونلاين معانا عباره عن مجموعات، بمعنى ان احنا بنفتح المجموعه الاولى اول لما بتكتمل بنقفل حجز، ولما نقدر نستوعب عدد اكبر بنفتح مجموعه تانية. طب وليه يا هندسه؟ ده عشان نقدر نحافظ على صوره المتابعه ونضمن ان التيم هيقدر يتابع كل طالب بشكل مناسب. طب محتوى الباكج الشهري ايه بقى يا هندسه؟ صلي على النبي. بيكون عندنا 4 حصص في الشهر، كل اسبوع حصه، بس خلي بالك يوم السبت من كل اسبوع سواء كنت عربي او لغات هينزل لك محتوى الحصه. تعالى بقى اقول لك عباره عن ايه محتوى الشرح ده. اول حاجه بينزل لك شرح المحاضره، تاني حاجه حضرتك بتسلم الواجب بعد ما بتحله في الكتاب بتاعك، بينزل لك فيديو ازاي تسلم الواجب على المنصه فبتسلم الواجب. بطلب منك جوه المحاضره تلخيص للسبوره في السكتش اللي هيوصلك مع باكج الكتب، فحضرتك بتلخص السبوره وبتصورها وبتبعتها لنا على المنصه. طب ده ليه؟ عشان اتاكد انك مشيت على كل كلمه انا قلتها في السبوره. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بعد ده كله بيتفتح لك كويز، ايوه عشان اعرف بقى مدى استيعابك في المحاضره قد ايه. بس يا بطل بقى عاملين ميزه جديده علشانك مخصوص، لو حضرتك جاوبت اجابه غلط في الكويز لا قدر الله يعني هيظهر لك هي غلط ليه، عشان ما يكونش في حاجه واقفه معاك. وفي ميزه هنا كمان، هتلاقي في المنصه بعد الاختبار ايقونه اسمها اخطائي، ودي بتجمع كل اخطائك بعد كل امتحان عشان تخلي بالك منها كويس. بس كده؟ طبعا لا. يوم الثلاث بقى من كل اسبوع هينزل لك فيديو تحليل وحل الواجب، وكمان فيديو تاني لتحليل وحل الكويز. يعني انا مش بحل كده وخلاص، لا انا بحلل السؤال، هو احنا جاوبنا الاجابه دي ليه. وخلي بالك ان 50% من الاسئله بتاعه البكالوريا هتبقى مقالي، وده هنتدرب عليه من اول يوم. وكمان اي كتاب خارجي هينزل لماده البرمجه هنحله لك جوه الكورس الشهري. كده انت ضمنت الشرح واتدربت على الحل، ومش بس من مصدر واحد، لا كذا مصدر عشان عينك تاخد على الافكار من البدايه. وحاجه كمان نسيت اقولها لك، بيقولوا ان في تقييمات اسبوعيه هتنزل. طبعا اي تقييم هينزل هو هيبقى محلول جوه الباكج الشهري بتاعك. لحد هنا بقى جميل. طب افرض بقى مستر جه في دماغي سؤال او في جزء كده عايز اتناقش فيه مع حد كده، اعمل ايه؟ حتى دي بفضل الله انا عامل حسابها. انت تقدر تحجز لايف مع حد من التيم العلمي وتقعدوا مع بعض وتتناقشوا في كل الاجزاء اللي حضرتك محتاجها. وعلى فكره التيم العلمي دوت كلهم مهندسين خريجي حاسبات ومعلومات. كمان في منتدى الدعم العلمي على المنصه للطلاب تقدر تنزل فيه اي سؤال حضرتك نفسك حد يجاوبه لك، من الساعه 10 الصبح لحد 1 بالليل هنرد عليه. هتقول لي يا هندسه انا عندي مشكله في الالتزام اصلا، بس اللي حضرتك ما تعرفوش ان حتى دي حليناها لك. هيكون معاك تيم متابعه بيكلمك كل اسبوع وبيقيس مستواك من كل محاضره لمحاضره، وبيجهز تقرير كل اسبوعين وبيبعته لولي امر. واخد لي بالك انت؟ ده غير بقى ان انا ممكن افاجئك. ازاي يا هندسه؟ ان انا هتابع الدرجات والحضور بنفسي، ولو لقيتك كده مستواك مذبذب هتلاقيني بكلمك واسالك كده سؤال شفوي، واوعى بقى تقفل السكه، ترد عليا. جاوبتني خير وبركه، ما جاوبتنيش هقفل عليك المنصه ومش هفتحها الا باذن من ولي امر. هندسه ده نظام جامد جدا، بس في بقى حاجه احنا مفتقدينها،
بالنسبه للكتب هنعمل فيها ايه؟ لو انت طالب من طلاب السنتر هتلاقي الكتاب بتاعنا موجود في اي سنتر احنا متواجدين فيه مع البدايه ان شاء الله. ولكل طلاب الاونلاين فما تقلقش، احنا هننزل لحضرتك بوست تفصيلي لكل مواقع الشحن والمنافذ اللي هنبقى موجودين فيها في كل محافظات مصر، وباذن الله نكون جنبك، ولو حتى بعيد عنك منفذ البيع فتقدر تطلبه من موقع الشحن وهيوصلك خلال 72 ساعة. وكمان حاجة، احنا هننزل لك خريطة المنهج، يعني هتعرف هنبدأ امتى وهنخلص امتى وهنراجع امتى. عايز اقول لك اصلا في الخريطة بتاعتنا ان احنا هنخلص المنهج بتاعنا كشرح وهنراجعه بتاع 5 مرات. طب هندسة ده كلام جميل قوي، طب اتواصل معاكم ازاي بقى لو عندي مشكلة؟ احنا مجهزين لك كل حاجة يا اخويا. لو عندك مشكلة فنية، يعني مثلا الاكونت بتاعك مش عايز يدخل، نسيت الباسورد، اي حاجة من خطوات الدعم الفني بتاعت المنصة، مجهزين لك شات بوت جوه المنصه تقدر تخش عليه وتدوس الدعم الفني وما تخرجش، استنى في حد هيدخل يرد عليك ويحل لك مشكلة. وكمان عندك صفحتنا على الفيسبوك تقدر تتواصل معانا من خلالها، ده غير الهوت لاين من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 6 بالليل. كلمنا وهتلاقينا بنرد عليك وبنشوفك محتاج ايه، ومش هنسيبك الا لو انت مبسوط. كده يا اخويا كل التفاصيل معاك، ويشهد الله ان احنا بنحاول بكل جهدنا اننا نخليكم تبداوا صح وتكملوا الطريق كمان صح. ما تقلقوش، باذن الله السنه سهله. جهزوا نفسكم وخليكم معانا، واوعوا تنسوا البرمجه يعني المراجع. سلام.